عاوزك تتخيل معايا لما التابع يخون، هو حتى الوفي كمان يتخلى عن الوفاء، هو حتى كمان الحبيب يبيع، كل ده كفيل ان هو يحول بطل قصتنا الوحش عشان ينتقم منهم. هو حكايتنا النهاردة هتكون عن بطلنا الامبراطور تشين. هو عاوزك بقى يا بطل قبل ما نبدأ تشترك في القناة وتعمل لايك طرش زيك وتركز في السؤال اللي هسيبهولك في اخر الحلقة. بنشوف بطلنا بيقول انا الامبراطور تشين رجعت للارض بعد 1000 سنة غياب، ولما كانت حالتي الصحية حرجة في سن 37 من تقويم تشين تناولت حبة الخلود الخاصة بشوفون. بعد كده بقى الروح خرجت من جسمي وتحولت لتنين ورجعت تاني للعالم الخالد، وبعد 2000 سنة من الزراعة مهدت الطريق عبر العالم الخالد، وبعد كده بنت منطقة تشين العظيمة، وبعدها اخدت كل ثروتي وحدت العالم، وبعد ما اعلنت نفسي امبراطور وعبرت المحنة السماوية ودخلت العالم الدو السماوي، بس في اللحظة الاخيرة من نجاحي تعرضت لهجوم من قبل شيطان من خارج العالم، وكانت حياتي كلها على المحك، ولما كنت على وشك الموت ظهرت قوة غريبة ونقلت جسم الارض الصين. هو على الرغم من ان انا لسه عايش بس تدريبا انخفض لمرحلة البناء السادس، وكان كل مشكلتي ان انا لازم ابدأ من جديد، وكمان حكام الطبيعة في الارض ضعيفين جدا وما عندهمش طاقة، والطريقة الوحيدة اللي انا ممكن اطور بها قوتي هي صيد الوحوش الشيطانية او عن طريق امتصاص الموارد والكنوز السماوية. انا لسه قدامي طريق طويل، لما ارجع للقمة واصعد لعرش العالم الخالد هحارب الشياطين السماوية مع جميع الجنرالات. وفي وسط كل ده وبطلنا عمال يفكر في ايه اللي هيحصل، بيحس بطاقة قوية قدامه. بينتقل بينا المشهد بعد كده وبنشوف الناس عمالة تجري وبيكون في وحش بيجري وراهم، وبنعرف بعد كده ان الوحش ده بيطلق عليه اسم الراكون، وقدرته بتكون الالتهام. وبنشوف بعد كده مجموعة من الطلاب واللي بيكونوا مستخبيين، بتتكلم واحدة منهم وبتقول الوحش ده مكافئته بتوصل ل20 مليون، عشان كده لازم كلنا نركز. وبنعرف ان ده افضل طالبة في اكاديمية كانجلان وبيكون اسمها لينك يانكي سو. وبنشوف لين بعد كده بتهجم على الوحش وبتدي لهم اوامر ان هم يقتلوه، وبنشوفهم بعد كده بيوجهوا عدة ضربات للوحش بس ما بتأثرش فيه، وبينقذوا الشخص اللي كان هياكله. وبنشوف بعد كده فريق لين بيقول لها اقتل الوحش بينما احنا بنلهيه، وبتتكلم مع نفسها لين في الوقت ده وبتقول هو ده الوقت المناسب. واول ما لين بتهجم على الوحش بيوجه لها ضربة بايده، وكمان بيكسر الحاجز بتاع التلاميذ التانيين وبيقدر يصيبهم. وبيحصل حاجة غير متوقعة في الوقت ده وبينزل ضوء ذهبي على الوحش، وما بتكونش لين فاهمة ايه اللي بيحصل. بنشوف مجموعة من الناس اللي واقفين يصوروا وبيتكلم واحد منهم وبيقول تم القضاء على الوحش، بيرد واحد تاني وبيقول ده اي نوع من الاسلحة الفائقة. بنشوف بعد كده بطلنا تشين واللي بيكون واقف على الوحش بعد ما قتله، بتكون لين واقفة ومش فاهمة اي حاجة. وبنشوف بطلنا تشين بعد كده بيحاول يسحب قوته وبيقول الوحش الشيطان ده مستواه منخفض جدا. بتتكلم لين وصحابها معاه وبتقول له ازاي انت بتقول على الوحش ده مستواه منخفض. بنشوف لين بعد كده بتبص له وبتكون مستغربة جدا. بنشوفها بتتكلم ما بينها وما بين نفسها وبتقول هو مين ده، هو ازاي قدر يقتل الوحش بضربة واحدة، ده ممكن يكون راجل مخيف من عائلة قوية. وبتتكلم لين في الوقت ده وبتقول له شكرا لإنقاذنا. بيرد عليها بطلنا تشين وبيقول لها انا اصطدت الوحش ده عشان هالته بس، فما تفكرش في الموضوع كتير. بتتكلم لين مع نفسها وبتقول هو الراجل ده بيتكلم كده ليه، هو شكله بيحب يلعب دور الامبراطور. وبنشوف بطلنا تشين بعد كده بيستخدم مهارة البصيرة الروحية، هو بيتكلم مع نفسه وبيقول البشر دول ما يستحقوش وقتي. هو بيكتشف بعد كده ان في كمية هائلة من الطاقة بتتجمع على بعد 30 ميل. هو لسه بطلنا هيسيبهم ويمشي في الوقت ده بتسأله لين انت اسمك ايه، بيرد عليها بطلنا وبيقول لها اسم الامبراطور تشين. هو اول ما بتعرف اسمه بتقول ازاي ده ممكن يحصل، هو الامبراطور تشين مش مات قبل 1000 سنة. هو بنشوف بعد كده تشين بعد ما مشى بيقول انا قربت من الطاقة الروحية. بنشوف بعد كده ناس بتكون واقفة وبتصوره وبتقول في واحد هناك بيطير. بتتكلم واحدة تانية منهم وبتقول انا صورته وهشارك الصورة دي مع الناس كلها. بنشوف بطلنا تشين بعد كده بيكون واقف قدام شاشة الاخبار. بتتكلم البنت اللي بتقول الاخبار دي وبتقول احدث التقارير تفيد بان شوارع وسط المدينة تعرضت للهجوم من قبل وحش، وظهر ضوء ذهبي غامض في وسط المدينة ونجح ان هو يقتله. بيتكلم بطلنا تشين وبيقول العالم في بداية استعادة الطاقة الروحية، والناس دي كمان لسه بعيدة جدا عن المزارعين الخالدين. انا بمجرد ما اكتشفت قوة زراعتي بقيت قوي، وانا لازم انقل
معرفة الخلود دي للجيل اللي جاي. وبنشوف بطلنا بعد كده وصل لمكان تاني وبيطلق عليه الآثار القادمة لمعبد الشياطين. بيتكلم بطلنا مع نفسه وبيقول الطاقة الروحية جاية من هنا. هو بيسأل نفسه بطلنا وبيقول هو ليه في سلاسل حواليها؟ هو ممكن يكون ده معبد لقمع الشياطين ولا ايه؟ انا لازم بقى انجز واخد الطاقة الشيطانية من البرج ده. هو اول ما بيحاول يمتص القوة الشيطانية منه بيظهر منه هالة قوية جدا وبترميه لبعيد. هو بنشوف في الوقت ده ان بطلنا حرر تنين بالغلط. هو بنعرف ان التنين ده هو الملك جيو يانج. هو بنشوف بعد كده التنين ده بيتكلم مع بطلنا وبيقول له بمساعدتك انت قدرت تتحرر. هو مسموح لك من الوقت ان انت تكون المساعد بتاعه، لو سيطرت على العالم هيتم مكافئتك. بيتكلم مع بطلنا تشين وبيقول له انا ما كنتش اعرف ان في شياطين قوية تم صقلها الى الارض. هو كمان انت شكلك كده هتكون غدايا النهارده. هو بنشوف بعد كده ان جيون غاضب جدا من بطلنا وبيقول له انت لو قلت كده تاني انا ممكن اقتلك حالا. هو بنشوف بعد كده حد بيجي من ورا بطلنا وبيهجم عليه في الوقت ده. هو بتطلع واحدة وبتتكلم مع بطلنا وبتقول له اركن على جنب انت بالهدوم اللي انت لابسها دي. هو احنا بقى بصفتنا الفنانين القتاليين نستطيع التعامل مع الشياطين دي. هو بنعرف بعد كده ان اسمها يو. هو بتكون عميدة اكاديمية كانج. هو بنشوف بعد كده يو بتهجم على ملك الشياطين، بس ملك الشياطين في الوقت ده بيقابلها بهجوم عنيف جدا. هو بتتكلم يو ما بينها وما بين نفسها وبتقول الشياطين اللي مختومة دي مش شياطين عادية، دي شكلها شياطين اسطورية. هو بنشوف بعد كده الاتنين اللي كانوا جايين معاها بيسيبوها ويطلعوا يجروا. بيتكلم بطلنا تشين ما بينه وما بين نفسه وبيقول انا حاسس بخيبة امل على الفنون القتالية للاجيال المستقبلية. بنشوف بعد كده ملك الشياطين بيستهزأ بيه وبيقول لها لسه عندك حاجة تعمليها ولا لا؟ بيتكلم بطلنا تشين في الوقت ده وبيقول هو انا ليه اترددت في المشاركة. هو بنشوف بعد كده بطلنا تشين بيستدعي سيف معروف باسم ديانج تشين. هو بنعرف ان السيف ده يقدر يدمر اي عدو في العالم. بنشوف ملك الشياطين بعد كده بيتكلم وبيقول السيف لوحده بيمارس ضغط هايل عليا. هو ده لدرجة ان انا مش عارف اتنفس حتى. ازاي وصل السيف الاثري لهنا؟ انا لازم اقتلكم بهجمة سريعة. بنشوف بطلنا تشين بعد كده بيستخدم فن سيفكن روح الالتهام. هو بيهجم على ملك الشياطين في الوقت ده. بيتكلم ملك الشياطين وبيقول دي التقنية الطوية المنسية، انت اكيد من مزارعين الخلود. بتتكلم يوما بينها وما بين نفسها في الوقت ده وبتقول من المستحيل ان يكون ده خالد حقيقي. هو انا فاكرة كويس ان في الماضي ما كانش في غير 2 خالدين بس. هو بالطريقة اللي تشين هجم بها على ملك الشياطين فبكده بقى هتخف الطاقة الروحية في الجسد بالسيف. هو بنشوف بعد كده ملك الشياطين بيتحول لوحدة. هو بتقول له انت ليه ما بتعرفنيش طالما كل اللي انت محتاجه الطاقة الروحية. هو بتكمل كلامها وبتقول انا عارفة اماكن كتير تحتوي على الطاقة الروحية. هو بعد الغرور اللي احنا شفناه ده كله من ملك الشياطين في الاخر بتطلع بنت. بيتكلم مع هيون في الوقت ده وبيقول لها انت شكلك بتحاولي تخدعيني، مفيش حاجة على الارض اسمها اماكن سرية. وبعدين ما انا ممكن احول الطاقة الروحية اللي قدامي دلوقتي الانسان عادي. هو بنشوف بعد كده ملكة الشياطين بتنزل وبتمسك رجله وبتقول له لو ما كانش اللي انا بقوله لك صح فانا هعيش واموت تحت رغبتك. هو بنشوف بعد كده بطل قصتنا بيقول ده مش هيضرني في حاجة وانا كنت محتاج وحش بيطير. هو بنشوف بعد كده بطلنا تشين بيحضر لها لعنة. هو بيقول لها اللعنة دي هتفضل معاكي للابد لو انت فشلت على العثور في الاماكن السرية. بتتكلم ملكة الشياطين مع نفسها وبتقول انا ما كنتش اعرف ان هو شخص ما بيحبش الاستفزاز. هو بنشوف بعد كده يو بتتكلم مع نفسها بتقول انا جيت هنا ولقيت شخص غامض وبيلبس ملابس فخمة. هو كمان بيدعي ان هو الامبراطور. هو قام بتشكيلة السيوف وهزم ملك الشياطين بسهولة جدا. هو كل المؤشرات اللي قدامي دلوقتي بتشير ان هو عنده قوة عظمى بتتجاوز العصور. هو بنشوفها بعد كده وبتقول انا عميدة اكاديمية كانج. هو كمان اسمي يو، انت اسمك ايه؟ بيقول لها بطلنا تشين انت جاي تسألني وانت حتى مش لابسة هدومك. هو بيستخدم بطلنا تشين في الوقت ده مهارة الاستدعاء وبيصلح لها هدومها. هو بيعرف عن نفسه بطلنا في الوقت ده وبيقول انا اسمي تشين وجيت هنا عشان ادور على القوة الروحية. بيتصدموا الاتنين في الوقت ده لما بيعرفوا ان اسمه تشين. هو بيسأله وبيقول له هو انت مش تشين من نسل زوان تشو؟ انت ازاي شكلك اصغر مني؟ هو بتتكلم يوهي كمان وبتقول اصبح الامبراطور مختلف. هو بتتكلم معاه وبعد كده وبتقول له لو انت حابب تعالى وزور اكاديميتنا.
بيفكر بطلنا ما بينه وما بين نفسه وبيقول دي فرصة كبيرة عشان اعرف اضافات حول العالم الحديث. بيوافق بطلنا على طول على العرض اللي هي ادته. هو بتفرح جدا يولا انه وافق. هو بينتقل بين المشهد بعد كده لاكاديمية كانجلان. هو بنشوف بعد كده مجموعة من التلاميذ واقفين بيتكلموا مع بعض. بنشوف واحد منهم بيتكلم وبيقول هي مش ديو، هما من الشخصين اللي واقفين معاها دول. بتتكلم بنت من اللي واقفين هما كمان بتقول الملابس دي يرتديها فقط افراد العائلات المخفية. هو بترد على صاحبتها وبتقول لها الست اللي عندها قرون دي شكلها وكأنها شيطان. هو بنروح ليو بعد كده وبتبدأ تعرفهم على بطلنا. هو بتقول لهم ده اسمه تشين، هو لسه هازم دلوقتي ملك الشياطين وهو النهارده هيكون ضيفنا. هو بيتصدم احد الطلاب وبيقول لها مش ده الامبراطور تشين. بيتكلم واحد تاني من الطلاب وبيقول لها لو هو قدر يهزم ملك الشياطين فهو فعلا اسطورة. هو بنشوف واحدة من الطلاب وبتكون معجبة بيه جدا وبالهدوم اللي هو لابسها. هو بنشوف لين بعد كده بتكون راجعة للمدرسة وبتقول احنا قابلنا واحد غامض وقتل الوحش. هو اول ما بتبص قدامها بتلاقي بطلنا تشين بتقول له مش انت اللي كنت هناك دلوقتي؟ بيتصدم كل الطلاب اللي موجودين وبيسألوه هو فعلا قتل وحش عملاق. هو بيتكلم واحد تاني من الطلاب وبيقول لهم انا مش مصدق نفسي. هو بنشوف الطلاب بيركعوا له في الوقت ده. بيقول لهم بطلنا قوموا قفوا محدش فيكم يركع لي تاني. هو دلوقتي بعد ما بقينا في العصر الحديث ما عادش في داعي ان انتوا تعملوا كده. هو بنشوف يو بتتكلم مع لين في الوقت ده وبتقول لها بالنسبه للمهمه تقدر تبلغ عنها في يوم تاني. هو بتديها امر بعد كده بتقول لها خد السيد تشين لافضل مكان في الاكاديميه. هو بنشوف لين بعد كده وهي ماشيه مع بطلنا تشين بتتكلم ما بينها وما بين نفسها وبتقول التحدث لشخص قوي كده امر مرعب. هو بنشوفهم بعد كده لما وصلوا للمكان اللي تشين هيقعد فيه. هو اول ما تشين بيدخل بتتكلم مع لين. هو بتساله بتقول انا مستوى مهارتي انخفض لادنى نقطه، ما تعرفش بقى ازاي اوصل لمستوى اعلى. بيتكلم معاها بطلنا تشين وبيقول لها ببساطه لازم احط قوتي جواكي. بنشوف لين بتتحرج منه جدا وبتقول له خليها في وقت تاني. بنشوف بطلنا بعد كده بيقول لها ما تفكريش كتير ونشطي موهبتك في الزراعه، وكل اللي انا هعمله الوقت ان انا هوجه قوتي لجسمك. بتتكلم لين ما بينها وما بين نفسها وبتقول انا حاسه ان جسمي تم صقله وده بسبب الطاقه الروحيه. بيتكلم بطلنا تشين هو كمان ما بينه وما بين نفسه وبيقول يا لها من صدفه الطاقه الروحيه عند لين وجوهرها والهيئه المقدسه، وكل ده بيفكرني بالامبراطوره تشينج اللي انا اصطحبتها للقصر بتاعي في حياتي اللي قبل كده. هو بيكمل كلامه في الوقت ده وبيقول هو ده ممكن ان الامبراطوره تكون تناسخت مع لين، وليه كل الاشياء دي مرتبطه مع بعض. نشوف بعد كده طالب من الاكاديميه بيروح وبيحاول يستفز بطلنا عشان يتنافس معاه. بنشوف بطلنا تشين بيرد عليه وبيقول له انت عيل ليه فعلا ومش هتعرف تعمل حاجه، وريني بقى اخرك يا نجم تعالى. بنشوف بعد كده الشخص اللي من الاكاديميه ده بيهجم عليه وبيقول له انت شكلك مجنون. وبيدي اوامر لاصحابه اللي بيهجموا معاه وبيقول لهم انا عايزكم توروا له القوه بتاعتكم. وبنشوف بعد كده بطلنا تشين ان هو بيتفادى كل ضرباتهم وبيعدي من وسطهم كلهم بسرعه كبيره جدا. والمفاجاه كمان ان احنا بنعرف ان تشين القى عليهم تعويذه من غير ما يحسوا. بيتكلم التلميذ اللي كان بيهجم عليه وبيقول له انت عملت ده امتى؟ هو لسه مكمل كلامه وبيقول انت ازاي بتتحرك بسرعه كده؟ وبنشوف بعد كده التلميذ ده بيحاول يهجم على بطلنا تشين بس بيكون مش قادر يتحرك. هو من قوه التعويذه اللي تشين عملها عليه بنشوفه وقع على وشه وما بيتحركش تاني. بتتكلم واحده من التلاميذ اللي جنبه وبتقول هو مات ولا ايه؟ هو بنشوف واحد تاني بيتكلم وبيقول دي طريقه صقل الخالدين. وبنشوف يو بعد كده بتيجي وبتتكلم وبتقول لهم انا مش قلت لكم تعاملوا السيد تشين بطريقه حلوه ولا لا؟ انتوا بتحاولوا تدوروا على اي مشاكل مع تشين وخلاص. بنشوف واحد من الطلاب اللي حاولوا يهجموا على تشين بيقولوا لها احنا اسفين احنا كنا غلطانين. بتتكلم البنت التانية اللي واقفه معاه وبتقول انا بتمنى ان السيد تشين يسامحنا. وبنشوف بطلنا تشين بعد كده بيقول انا كنت عايز اعلمهم درس مش اكتر. وبيلغي بعد كده التعويذه اللي كان عاملها عليهم. وبيتكلم بعد كده تشين وبيقول لهم لو انا في عندي وقت هعلمكم ازاي تزودوا مقدار اللي تشيل خاص بيكم. وبنشوف يو بتكون واقفه ورا بطلنا وبيديها مخطوطه تقراها. بتاخدها منه بعد كده وبتقول له ما تقلقش انا مش هخذلك ابدا. بنشوف بعد كده جيون بتقول له ما عادش في وقت نضيعه مع الاغبياء دول، يلا عشان نروح للموقع السري. بيتكلم معاها بطلنا وبيقول لها انت شكلك مجنونه. وبنشوفه بيضربها بعد كده وبيقول لها اتصرفي كتنين عادي. وبنشوف جيون بعد كده بتتحول لتنين وبتاخد بطلنا وبتمشي. وبنشوف بعد كده يو اللي بتكون فتحت المخطوطه عشان تعرف ايه اللي جواها. واول ما بتفتحها بتلاقيها مكتوبه باللغه القديمه زي ما هو متوقع من الامبراطور تشين. هو بتقول انا لازم اقراها كويس جدا. هو بينتقل بينا المشهد على بعد 20 كيلو في
إحدى الغابات المخيفة. وبنشوف لين وبتكون جوه الغابة دي وبتتكلم ما بينها وما بين نفسها وبتقول تشين قال لي إن الخالدين كانوا بيستخدموا السحر كوسيلة رئيسية للهجوم. وبنشوف واحد في الوقت ده بيدخل عليهم وبيقطع كلامهم، هو بيكون الشخص ده اسمه لوبو، وكمان هو نخب في أكاديمية الحرب. أول ما بتشوفه لين بتقول أنا عقلي بقى في حالة فوضى. وبنشوف بطلنا تشين بيسأل هو مين ده. بتتكلم لين مع بطلنا في الوقت ده وبتقول له أنا عايزاك تحذر حتى لو ده ما كانش لوبو الحقيقي. وبالحكم على ملابسهم بقى فهم من الأكاديمية الحربية واحنا عندنا عداوة معاهم. بنشوف له في الوقت ده بيتضايق وبيهجم عليهم وبيقول لهم انتوا ازاي تتجاهلوا الكلام اللي انا بقوله، انا هقطعكم الوقت لقطع صغيرة. وبنشوف لين بتتصدى لقوته وبيتكلم بطلنا تشين وبيقول فنان قتالي احمق اخر، ومن قوة الهجوم بتاعه بعد ما لين بتتصدى ليه بترجع لورا. بتتكلم لين في الوقت ده وبتقول حتى لو الشخص ده هو له الحقيقي ده شكله بقى فنان قتالي رفيع المستوى من الرتبة اس ويتمتع بالعديد من المواهب. بنشوف بعد كده جيون بتتكلم مع لين وبتقول لها ايه رايك اما لقنهولك درس. بنشوف لين بتتضايق في الوقت ده وبتقول لها اقعدي ساكته خالص. بنشوف بطلنا تشين بيتكلم في الوقت ده وبيقول لها لو انت عايزه تبقى خالده لازم بقى تنسي الفنون القتاليه وتركزي على استغلال طاقتك الروحيه افضل للقتال ضد اعدائك، وكمان لازم تستخدمي طاقتك الروحيه عشان تتحكمي في جسمك وحركتك كمان، ولازم تبعدي عن المواجهات المباشره مع شخص بيستخدم الاسلحه التقيله. هو بنشوف لين في الوقت ده ما بتستناش وبتروح تهجم عليه وبتقول له تمام انا فهمت. هو بنشوف ان لو بيحاول يديلها ضربه بس هي بتتفادى كل ضرباته. بنشوف لو بيتكلم في الوقت ده وبيقول محدش يعرف من الخاسرين دول اكاديميه كانج ولا ايه. هو بنشوف بطلنا تشين بيدي لين التعليمات وبيقول لها اغتنم الفرصه للهجوم. بنشوفها بعد كده بتيجي من ظهر لو وبتهجم عليه بتجمد له دراعاته، بس للاسف هجومها ده ما بيأثرش فيه وبيقدر يفك الهجوم. ومن غباء لو بيروح يهجم على بطلنا تشين. هو بنشوف له في الوقت ده من الصدمه مش مصدق نفسه لان بطلنا تشين بيصد هجومه بصبعين بس. بيتكلم مع بطلنا تشين وبيقول له انت مش سيء خالص، وعشان كده بقى انا مش هاخد حياتك لانك شخص موهوب. وبنشوف تشين بيستخدم جزء بسيط من قوته بيطيره في اخر الغابه. بنشوف له بيتكلم ما بينه وما بين نفسه في الوقت ده وبيقول هو مين الشخص ده، الحركات اللي هو بيعملها دي مش حركات فنون قتاليه. بنشوف اتنين اللي جايين معاه في الوقت ده بيجروا عليه وبيقولوا له يا زعيم ده الشخص اللي كان ظهر على التلفزيون. بنشوف بعد كده لو بيتضايق جدا بعد ما سمع الكلام ده وبيضربهم وبيقول لهم انتوا ما قلتولوش ليه قبل كده. بنشوف بعد كده ان لو راح لبطلنا وبدأ يظهر له الاحترام ويعرفه بنفسه. بيقول له انا لوبو جنرال هان اللي تجسد من جديد في جسد سليله. هو انا اسف عشان انا اتصرفت بحماقة واسأت لجلالتك النهاردة. هو انا على استعداد لو انت كان عندك قرار ان انت تعدمني حالا. بنشوف بطلنا تشين بيتكلم معاه وبيقول له هي السلالة اللي هان بينتمي ليها، ومين لوبو ده اساسا؟ انت مين يا عم انت؟ هو الاوسخ من كده اللي بدل ما قابل الجنرال شين قابلت فنان قتالي من اصل مجهول. بنشوف له بيتكلم وبيقول هان العظيم ده مثير للاهتمام جدا، بعد كل حاجة هو عملها تم الاطاحة بأسرة شين على يد الأسرة التالية، وانا بصفة لوبو انا مجرد شخص عادي مش اكتر من كده. بنشوف بطلنا شين بيكمل كلامه وبيقول له بعد مرور 2000 عام من المنطقي ان السلالة تتغير، هو اكيد لو انت من السلالة الصينية الجديدة فلازم بقى تكونوا طموحين وما تكونوش مشغولين بالقتالات ما بينكم. بيرد عليه له في الوقت ده وبيقول له كل الكلام اللي انت قلته صح، وزي ما المثل بيقول لو كان في 3 مننا فاكيد في واحد منهم يستحق، والنهارده بقى انا تلقيت فرصة عظيمة، وانا بتمنى ان الامبراطور يقبلني كجنرال صالح ليه، هو اكيد انا مش هخيب املك وهبذل قصارى جهدي. بيرد عليه بطلنا تشين وهو مش مهتم وبيقول له انا بعامل الناس كلها زي بعض، انا مش هقبل شخص كجنرال ليا من اجل مصلحتي الشخصية. بيسأله له وبيقول له انت بتقول كده ليه؟ بيكمل بطلنا تشين كلامه وبيقول له بس لسه في فرصة لان انا هكون بتوحيد الاكاديمية واشكل قوة خالدة، هو لما نيجي بقى للوقت ده كلكم هتكونوا تلاميذي وهتعامل مع الجميع نفس المعاملة، هو في الوقت ده مش هيكون في مجال للظلم. بنشوف له بعد كده بيقعد يطبل للامبراطور تشين وبيقول له انت عندك حق في كل الكلام اللي انت قلته. بنشوف بعد كده جيون بتتكلم وبتقول هو ده سيدي، احنا الاتنين بنهدف للسيطرة على العالم لما نصبح اقوياء. وبنشوف لين هي كمان وبتكون باين عليها ان هي بدأت تحبه. وبنشوف له بيتكلم مع نفسه وبيقول انا شخص احمق وما حققتش اي انجاز في حياتي اللي فاتت، وده لان انا مجرد متهور، بس من النهارده بعد ما قابلتك فانا هتابعك واخدمك. بنشوف بطلنا تشين بيتكلم معاه بيقول لو انت على استعداد انك تخدمني فطور من نفسك
نفسك واظهر ليا ان انت تستحق. بنشوف لين بتتفرج عليهم وبتتكلم مع نفسها وبتقول تحت قيادة السيد تشين فهو اكيد هينشر الصقل في جميع انحاء العالم، والاكيد كمان ان الصين هتبقى اقوى وهتصل الى افاق جديدة من العظمة. وبنشوف بعد 3 ايام بعد سيطرة بطلنا تشين تم دمج اكاديمية كانجلان والاكاديمية الحربية لتصبح تحالف لتعليم الخلود والارتقاء في فنون الدفاع عن النفس، وطريقة صقل الخالدين انتشرت في كل مكان، وكمان لين بقت التلميذة الاساسية لبطلنا تشين، وده طبعا عشان تكون الطلاب في طريق صقل الخالدين وتنمي قوتهم الروحية. وبنعرف ان بعد كده اكتمل تشكيل القوة الخالدة تحت قيادة بطلنا تشين، وبقت بتعرف في الوقت ده باسم تحالف تشينج. وبنعرف ان في نفس الوقت ده تحالف فنانين القتال بيعقد اجتماع مهم ومتابعة تطوير تحالف تشين. وبنروح بعد كده لمقر تحالف فنانين القتال، بيتكلم واحد منهم وبيقول وفقا للمعلومات اللي عندنا فتحالف تشين نشر طريقة صقل الخلود، وكمان دمج اكاديمية فنون القتال الكبرى وما بيشكلش اي تهديد على المدينة كلها. وبناء على المعلومات دي قد يكون من الافضل ان احنا نراقبهم او على الاقل نتعاون معاهم، وده طبعا عشان نضمن ان هم ما يتحولوش لتهديد محتمل في المستقبل لينا. وبنعرف ان اللي بيتكلم في الوقت ده رئيس تحالف فنانين القتال بايشو. بنشوف واحد بعد كده من اللي قاعدين بيقول انا خططت لضم تشين للاتحاد بس هو رفض. بنشوف واحد تاني وبيكون باين عليه مجنون وبيقول انا بقترح القضاء على تحالف تشين وبعد كده نقضي على تشين نفسه ونجري عليه اختبارات. بنشوف بعد كده باي بيتكلم وبيقول دي مش افكار كويسة خالص، احنا لازم ندعمه ونتعاون معاه. بنشوف واحدة تانية من اللي قاعدة في الاجتماع بتتكلم وبتقول ده غير مقبول، هو بيدعونا لتعلم الخلود وده مختلف عن مبادئنا، وغير كده كمان هما مش هيتعاونوا معانا. بنشوف واحد بيضيف على كلامها وبيقول لو احنا تعاوننا مع المتدربين الخالدين فاحنا ما نستحقش حتى نتسمى فنانين قتاليين. بنشوف في الوقت ده باي بيتعصب وبيرزع على الترابيزة وبيقول لهم هو انتوا ما شفتوش تسجيلات المعركة ولا ايه؟ انا عايز اسألكم سؤال واحد بس، في حد منكم هنا يقدر يواجه تشين لوحده؟ في وسط كل الكلام اللي عمال يتقال ده بنشوف واحد جاي يجري عليهم من بره هو بيقول لهم في عدد كبير اجا من الوحوش في السواحل وهي دلوقتي بتصير فوضى كبيرة في المدينة. بيتكلم باي معهم في الوقت ده وبيقول لهم كلكم اسمعوا الكلام اللي انا هقوله كويس، عاوزكم تاخدوا كل فنانين القتال وتروحوا تواجهوا الوحوش دي. بنروح بعد كده لمدينة دونج تشو وبنشوف عدد كبير جدا من الوحوش وبيكونوا مسببين دمار هائل، وبنشوف له بيهجم عليهم وبيستخدم قوته الكاملة. بتتكلم معاه لين وبتقول له استخدم قوة اقل شوية. بنشوف له بيضحك في الوقت ده وبيقول بعد ما اتعلمت طريقة صقل الخالدين حاسس ان حركتي بقت اكتر رشاقة ومرونة. وبنشوف في الوقت ده كمية كبيرة من الوحوش بتظهر فجأة والناس بتطلع تجري وبتستخدم لين قوتها في الوقت ده وبتنقذ الوضع، وبتقول للناس كلكم شو من هنا دلوقتي واحنا هنقضي عليهم. بنشوف لين والفريق بتاعها بيطلعوا يجروا وراهم وبيقول ده هربوا للشارع التاني خلينا نلحقهم بسرعة. وبنشوف كرة ذهبية كبيرة جدا في السماء وبنعرف في الوقت ده ان بطلنا وصل، وبيقول في الوقت ده لو كلنا اجتمعنا استيعاب الطاقة الروحية هيكون فعال. بنشوف جيون في الوقت ده بتتكلم مع بطلنا وبتقول له سيدي انت حكيم جدا تستحق انك تكون امبراطور، ومع مساعدة طلاب تحالف تشينج مش هنقلق بعد كده في المستقبل من نقص في القوة الروحية. وبنعرف ان في الاساطير اليابانية كانوا بيقولوا ان في رؤوس كانت بتطير لوحدها. بنشوف بطلنا تشين بيتكلم ما بينه وما بين نفسه وبيقول انا ما توقعتش ان هي تظهر في العالم ده. هو لسه هيفعل بطلنا قوته ويهجم عليهم بيظهر واحد وبيقول له سيبهم لنا، وبنشوفه بيهجم عليهم بكل حماس وبيقول الابطال بيظهروا دايما في اللحظات الحرجة. هو البطل ده طبعا انا مش محتاج اقول هو مين، وبنعرف في الوقت ده ان ده فنان قتالي من المستوى ايه. بنشوفه في الوقت ده بيتكلم مع بطلنا وبيقول له ايه يا معلم قوتك ادهشتك ولا لسه؟ الفنون القتالية دايما بتشتغل اما الخالدين اللي زي حالتك كده ملهمش لازمة. بيظهر ورا الشخص ده وحش وبيتكلم بطلنا معاه وبيقول له بس خلي بالك من اللي وراك. بنشوف الوحش اللي ظهر ورا ده بياكله وبيتكلم الواد ده قبل ما يموت وبيقول البطل هيمشي دلوقتي. بيتكلم بطلنا تشين في الوقت ده وبيقول انا لازم اعمل كل حاجة بنفسي. بيفعل بطلنا قوته في الوقت ده وبيظهر حجر لانجيان. هو بيتكلم مع الوحش ده وبيقول ده رمز ملك محفور عليه انجازات سلالة تشين، وكمان يقدر يقمع الشياطين الخالدة. واول ما الحجر ده بينزل على الوحش بيعمل انفجار كبير. بنشوف الناس بتبص على الانفجار ده وبتقول هو ايه اللي سقط ده سلاح نووي ولا ايه؟ بنشوف له في الوقت ده بيتكلم معاهم وبيقول لهم اكيد مش سلاح نووي ده الامبراطور اتدخل شخصيا. بنشوف
واحد تاني بيتكلم وبيكون بيصور وبيقول يا لها من قوة هائلة، ده حتى كمان الارض اتهزت من كتر القوة. بنشوف واحد تاني بيتكلم مع نفسه وبيقول اكيد القوة دي مصدرها الامبراطور تشين، انا تعبت جدا لما عبرت الابعاد واخيرا لقيته. هو بنعرف ان اللي بيتكلم ده بيكون اسمه مينج تيان. هو بنشوفهم في نشرة الاخبار في الوقت ده بيكونوا بيصوروا وبيقولوا وصل الامبراطور تشين، وكمان هو نجح في ايقاف الغزو من الوحوش. هو بنشوف بطلنا بيتكلم وبيقول تحتوي الاشباح على طاقة روحية اكتر مما انا اعتقدت. بنشوف بعد كده لو بيكون راكب المكنة بتاعته، هو بيقول لهم وسع يا زميلي انت وهو عشان الطريق زحمة. بنشوف واحدة بتبص عليه وبتقول ده راكب مكنة حمراء وشكلها جامد جدا. هو بنشوفه بعد كده بيروح لبطلنا تشين وبيقول له جلالتك تم القضاء على الوحوش في جميع انحاء المدينة. بيتكلم مع بطلنا وبيقول له ده حاجة كويسة وانا هفضل فاكر لك الانجاز ده. بيشكره له بعد كده وبيقول له ده انجاز عظيم بالنسبة لي. هو بيتكلم له مع نفسه في الوقت ده وبيقول انا حاسس ان مش هيعدي وقت كتير وهكون اخد رتبة اعلى من دي، وكمان الامبراطور هيبقى واثق فيا اكتر من كده. هو بنشوف مينج تيان بعد كده بيروح لهم في الوقت ده. بنشوف له بيحاول يحمي بطلنا وبيقول له في هناك طاقة روحية تقترب مننا. هو بنشوف بعد كده مينج تيان اول ما وصل بيظهر لبطلنا الاحترام. هو بيقول انا واجهت مصاعب كتير جدا لما عبرت العديد من الابعاد وكل ده عشان الاقيك. بنشوف بطلنا بيكون مستغرب وبيقول مينج تيان انا ما توقعتش ان انت تيجي للارض. هو بيقول له اقف بسرعة مفيش داعي للاحترام الزايد اللي انت بتعمله ده. بنشوف له بعد كده واللي بيكون مصدوم وبيقول انا كنت مفكر ان انا بقيت دراع الامبراطور اليمين، بس بعد كل اللي انا عملته اجى الامبراطور مينج ولخبط كل حاجة. بيتكلم بطلنا تشين مع مينج وبيقول له العالم الخالد بقى عامل ايه دلوقتي. بيتكلم مع مينج وبيقول له دي قصة طويلة جدا. بيقول له بعد ما فشلت في التغلب على المحنة هاجمت الشياطين بشكل متكرر ارض تشين، وانا بنفسي كنت الجنرالات عشان نواجهها، بس للاسف قوات الشيطان كانت قوية جدا وبعتوا جيوش كتير جدا عشان تهاجمنا مباشر واحتلوا اكتر من 12 منطقة، وكمان الاجناس التانية اللي كانت منضمة لامبراطورية تشين انضمت للشياطين، وبسبب عدم وجودك في الامبراطورية ده خلانا نهاجم كقطاع من غير قائد، وبتوصية من الجنرالات قعدنا نتنقل بين العوالم عشان ندور عليك. ودلوقتي بقى بعد ما لقيتك انا بتمنى ان انت ترجع معايا للعالم الخالد، وده عشان نقضي على الشياطين اللي احتلوا ارضنا. بيرد على بطلنا وبيقول له مستواي الحالي غير كافي للعودة للعالم الخالد، انا لسه محتاج شوية وقت عشان اتدرب، ولحسن الحظ كمان ان انا اسست تحالف تشين وعندي العديد من الطلاب هيساعدوني، وده اكيد هيساعدني ان انا اعزز قوة صقلي بسرعة. بنشوف مينج في الوقت ده بيظهر له الاحترام وبيقول له انا على استعداد اساعدك في اي وقت، وبنشوف له هو كمان بيقول له انا مع الجنرال مينج وهكون جزء من الجيش بتاعكو. وبنشوف باي وهو في طريقه لتشين وبيقول جميع السادة الخالدين هنا. بنشوف تشين اول ما بيشوفهم وبيقول فنانين قتاليين قادرين على الطيران باستخدام الطاقة الروحية، دول اكيد مش ضعفاء خالص. بنشوف باي بيعرف عن نفسه لبطلنا وبيقول انا رئيس تحالف فنانين القتال، وانا جيت هنا عشان ادعيك انك تتعاون معانا من اجل المستقبل. بنشوف له بيتكلم في الوقت ده وبيقول له اقعد ساكت يا عم انت بتتكلم كده ليه، بطلنا مش محتاج يتعاون مع بشر حسالة زيك. بنشوف مينج بيتكلم هو كمان وبيقول له جلالتك من الافضل ان انت تتعامل مع الاشخاص دول بحذر. بنشوف واحد بيهجم عليهم في الوقت ده وبيقول له احنا قدمنا لكم دعوة لاننا بنحترمكم. بنشوف باي بينده عليه وبيقول له استنى عندك ما تتصرفش بتهور. بيتكلم مينج معاه وبيقول له انا غلطان ان انا سمحت الكلب زيك ان هو يتكلم قدام جلالته. وبنشوف مينج بيفعل قوته وبيخلص على 2 في الوقت ده. بيتكلم باي ما بينه وما بين نفسه وبيقول جنرال واحد قتل 2 من فنانين القتال من الرتبة ايه، والحاجة اللي انا متأكد منها دلوقتي ان قوة الامبراطور تشين اكثر رعبا. وبنشوف ان باي باين عليه القلق الشديد وبيقول انا شكلي بلغت في تقدير ناحية الناس دي، انا كنت جريء جدا لما فكرت ان تشين هيتعاون معانا. بيتكلم مينج معاهم في الوقت ده وبيقول لهم على الرغم من تأثير الابعاد وانخفاض قوتي بس ده ما يمنعش ان انا لسه قادر اتعامل مع بعض اللصوص. بنشوف له في الوقت ده واقف جنب مينج وبيكون مذهول من قوته. بنشوف باي في الوقت ده بينزل على ركبته وبيقول لبطلنا انا مستعد ازودك باي معلومات مهمة انت هتحتاجها. بيسأله بطلنا في الوقت ده وبيقول انا عايز اعرف موقع العالم السري هو
جبل يولاي الخالد ولا لا. بيرد عليه باي في الوقت ده وبيقول له امبارح ظهر علم بيانج كيس سري فوق سطح البحر، وجزيرة بيانج الشرقية احتلت الارض دي اللي هي في الاصل بتعود لينا، وغير كده كمان هم طردوا الوحوش من على الجزيرة عشان كده هم هجموا علينا. من الاخر كده بقى يا معلم تقدر تقول ان نوايا اليابانيين في تدميرنا بدأت تظهر. بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول كانت بيانج الشرقية في يوم من الايام ارض للبرابرة، بس هي النهاردة بقت جريئة جدا. والحاجة اللي انا متأكد منها دلوقتي ان شوفو قد دعم بيانج عندما غادر. بيكمل كلامه بطلنا وبيقول الغرباء محتاجين ارضنا والعالم في حالة تدهور مستمر، ومن الضروري بقى ان انا لازم اروح شخصيا عشان استعيد علم بيانج كيس سري، وكمان لازم استفيد من الموقع واقضي على بيانج الشرقية. بنشوف بطلنا تشين بيلف وشه ولسه هيمشي بيطبل له باي وبيقول له الامبراطور تشين لا يقهر، وبقيادة شخص زيك عنده قوة لا تقهر فاكيد احنا هنرجع الارض لا محالة. وبنشوف بطلنا تشين بيتكلم مع مينج ولو وبيقول لهم في الوقت ده بكره عايزكم تجيبوا لي لين عشان هتيجي معايا للارض المقدسة السرية، وكمان هنطرد القراصنة اليابانيين من جزيرة بيانج. بنشوف مينج بيرد عليه وبيقول له اللي تؤمر بيه سعادتك. بتتكلم جيون هي كمان وبتقول له مفيش داعي تجيب لين خدني انا معاك. بنشوف له بعد كده بيتكلم مع بطلنا وبيقول له مش هتاخدني معاك ولا يا زميلي. بيرد عليه بطلنا وبيقول له انت ليه فعلا اقعد هنا لحد ما اجيلك، وبيدي اوامر للو في الوقت ده ان هو يكون التلاميذ لحراسة الساحل، وكمان ما يسمحوش لاي وحوش ان هم يدخلوا جزيرة بيانج للضفة الشرقية لان ده هيشكل خطر كبير على الناس. بيرد على لو في الوقت ده وبيقول له مفهوم كل الكلام اللي انت قلته. بنشوف له في الوقت ده بيتكلم ما بينه وما بين نفسه وبيقول انا سعيد جدا لان الامبراطور تشين وكلني بمسؤولية كبيرة. بنشوف باي في الوقت ده بيتكلم ما بينه وما بين نفسه وبيقول الامبراطور تشين حاسم في الامور العسكرية، واكيد احنا هنرجع الارض المقدسة في لمح البصر. وبنشوف في اليوم اللي بعد كده لين وجيون بيكونوا ماشيين مع بعض. بتقول لها في ناس كتير هنا عايزين يشوفوا البعثة. بترد عليها جيون بتقول لها ده حاجة طبيعية في ظل حضور الامبراطور. بنشوف في الوقت ده ناس كتير بتكون ملمومة حوالين بطلنا وبيهتفوا باسمه. بيتكلم بطلنا ما بينه وما بين نفسه وبيقول انا ما توقعتش ان كل الناس دي تيجي النهارده. بنشوف بعد كده باي بيتكلم مع بطلنا وبيقول له انا جهزت لك المهندسين الخاصين بالسفينة. بيتكلم مع المهندس اللي واقف جنبه بيقول له تحية انا اسمي اديسون. بيرد على بطلنا وبيقول له هو احنا هنبحث بقطعة الحديد التقيلة دي؟ انا بتساءل بقى احنا هنوصل للعالم السري امتى على كده؟ انا من الاحسن بالنسبة لي بقى ان انا استخدم القارب بتاعي. وبنشوف بطلنا في الوقت ده بيفتح بوابة من السماء وبيظهر منها القارب بتاعه. وبنشوف ناس كتير بتكون مستغربة لان الموضوع ده مش عادي بالنسبة لهم. بيتكلم باي في الوقت ده وبيكون مستغرب جدا من اللي هو شايفه وبيقول هو القارب ده مش كان مذكور في الاسطورة؟ بيرد عليه اديسون وبيقول له انا مش قادر اشرح حاجة زي دي من خلال العلم خالص. بنشوف بطلنا بيركب على السفينة في الوقت ده وبيقول لهم ارفعوا الاشرعة وانطلقوا حالا. بنشوف بعد كده مينج بيتكلم معاهم وبيقول لهم عند الاطلاق صوبوا بدقة عشان تقتلوا العدو من طلقة واحدة. وبنروح لبطلنا بعد كده واللي بنشوفه بيكون قاعد يتأمل وبيفكر ما بينه وما بين نفسه. بيقول بمجرد ما تستقر الطاقة الروحية في جسدي هتمكن من بلوغ النواة الذهبية. بنشوف جيون بتقطعه في الوقت ده وبتقول له ما تبطل الهبل اللي انت بتعمله ده وتعالى اما ننزل المية شوية. بنشوف لين بعد كده بتتكلم معاه وبتقول لها مش وقت الهطل ده، احنا رايحين نستعيد الارض المقدسة ومش عايزاكي بقى تسببي اي مشاكل للاخ الكبير وهو بيتدرب. بنشوف جيون بتشاكل معاه وبتقول لها انت قصدك ايه باللي بتسبب مشاكل؟ هو انت بس اللي دمك تقيل ومتوحدة على طول ما بتحبش حد يهزر معاكي. بنشوف بطلنا في الوقت ده بيبطل تأمل وبيتكلم معاهم وبيقول لهم بطلوا ازعاج، هو انا حاسس ان في تقلبات في الطاقة الروحية في المية هنا، هو من الاكيد بقى ان في حد مفهمه ان احنا فريسة سهلة وجاي علينا. بنشوف وحش بيطلع من المية في الوقت ده وبيكون على هيئة سمكة كبيرة، وبيتكلم الوحش ده مع بطلنا وبيقول له دلوقتي جه الوقت عشان افطر. بنشوف بطلنا ما بيردش عليه حتى وبيهجم عليه وبيصيبه في الوقت ده. بيتكلم الوحش وبيكون غاضب جدا لان بطلنا صابه. بيقول له انت ما تعرفش انت بتتعامل مع مين، ده انا شيطان البحر العظيم. وبنشوف الوحش بعد كده بيبص له وبيقول انا شفت الواد ده قبل كده بس انا بقى مش فاكر هو مين بالظبط. هو بنشوفه بعد كده بعد ما بص له شويه بيفتكره على طول. هو بيقول ده العدو اللدود ليا. هو تعليمات الاسلاف بتقول لي في الوقت ده ان هو يمتلك قوس مقدس، هو لازم بقى الاجيال المستقبليه تتجنبه وتظهر له الاحترام. هو انا شكل المره دي بجد وقعت نفسي في ورطه كبيره. هو الوحش بيقول لنفسه في الوقت ده انا شكلي اعمى ايه اللي انا عملته في نفسي ده. هو بنشوف الوحش بيجيب ورا في ثانيه في الوقت ده وبيقول له سامحني معلش. بنشوف بطلنا بيفعل قوته عليه وبيقول له انت تجرأت على اعاقه سفينتي، انت مفكر بقى ان انا هسيبك كده بالساهل؟ بنشوف الوحش بيتوسل له تاني وبيقول له من فضلك اعفو
عني، ده انا الاخير في سلالته، ولو انت قتلتني ما عادش هيفضل في السلالة اي حد خالص. وبنشوف مينج بيتكلم في الوقت ده وبيقول انا ما توقعتش ان الابحار مع الامبراطور هيساعدني ان انا اكفي احتياجاتي. وبنشوف نظراتهم كلها للوحش ان هم عايزين ياكلوه. وبنشوف الوحش بيسأله بعد كده بيقول له هو انت متوجه للارض السرية؟ انا عارف طريق ممكن يوصلكوا بسرعة. بنشوف بطلنا بيتكلم ما بينه وما بين نفسه في الوقت ده وبيقول انا لازم استفيد منه باكبر شكل ممكن، انا هخليها تودينا للمكان اللي احنا رايحينه وبعد كده ناكلها. وبنشوف بطلنا بيتكلم مع الوحش وبيقول انا هسامحك بس لو وريتنا الطريق. وبنشوفهم بعد كده بعد مرور ساعة بنشوف الوحش بيتكلم مع بطلنا وبيقول له تم ختم العالم السري بشكل كامل، وده طبعا من طرف الاشخاص في جزيرة بيانج، وحتى الوحوش كمان بيتم صدها من العبور وانا مش هقدر ادخل معاكم. بيرد على بطلنا تشين وبيقول له الحاجز ده وقف الوحوش بس مش هيقدر يوقفني. وبنشوفهم بعد كده بيوصلوا لعالم الارض المقدسة. وبنشوف بطلنا بعد كده بيسيب السفينة وبيتوجه ناحيته وبيقول لهم ده حاجز تافه انا اقدر ادمره بحركة واحدة من صباعي. وبنشوف بطلنا بعد كده بيستدعي حجر لوانج وبيدمر به الحاجز في لمح البصر. وبنشوف مجموعة من الاشخاص بعد كده وبيتكلم واحد منهم وبيقول مين اللي تجرأ على التعدي على العالم السري. بنشوف واحد تاني بيرد عليه وبيقول له ما تضيعش وقتك معاهم، الامبراطور بيانج امرنا ان احنا نقتل اي حد يقرب من هنا. وبنشوف واحد منهم في الوقت ده بيستخدم قوة الرياح وبيهجم على مينج. وبنشوف مينج بعد كده بيصدها بكل سهولة وبيهجم عليه. وبنشوف جيون بتتحول لتنين بعد كده وبتطير من فوقهم وبتقعد تغني لهم. ولين هي كمان بتهجم عليهم هجوم عناصر الرياح المزدوج. وبنشوف واحد تاني كمان بيكون واثق من نفسه وبيروح يهجم على بطلنا وبيقول اكيد الشخص الاكتر وسامة بينهم ده هو القائد. هو عشان شعب اليابان بقى انا هستخدم مهاراتي كرسام اللي اتراكمت عليا من 100 سنة. بنشوف بطلنا بيتريق عليه وبيقول له انا عايز بقى اشوف اللوحة بتاعتك المشهورة اللي انت هترسمها لنا النهاردة. وبنشوف الشخص ده في الوقت ده بيفعل مهارة القرد العظيم. بيتكلم معاه بطلنا في الوقت ده وبيقول له انا مش مهتم باللي انت بتعمله اصلا. وبنشوف بطلنا في الوقت ده بيستخدم مهارة السيطرة على الارواح وبيسيطر عليه. بيتكلم الشخص ده في الوقت ده وبيقول انا مش قادر اتنفس. بنشوف الشخص التاني اللي كان معاه بيصعق من الصدمة وبيقول ايه ده، هو مهارة السيطرة على الارواح يقدر اي بشر يستخدمها كده عادي؟ وبنشوف الشخص اللي بطلنا ماسكه مطلع عينه من اول القصة وبيقول تم كسر الروح وانا عانيت كتير من رد فعل العدو ده. بيرفع بطلنا السيف بتاعه في السماء وبيفتح بوابة بيقول انا النهارده هوريك الكائن الحقيقي اللي تقدر تستدعيه. بنشوف الجنود بتتكلم وبتقول الامبراطور تشين اتخذ اجراء وبيسالوا نفسهم في الوقت ده وبيقولوا هم الصينيين برضو عندهم ارواح عظيمه. بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول بعد ما وحدت الممالك الستة وكمان جمعت كل الاسلحه اللي في العالم وسيحت 12 تمثال ذهبي وبعد ده كله حطيتها في قصر شيانجيان، والاشخاص الذهبيين ال 12 خالدين من العصور القديمه ويقدروا كمان يحموا الارض الصينيه ويقتلوا الاعداء اللي فيها. وكمان احنا مش محتاجين غير 4 جنود ونقضي عليكم يا شويه حساله. وبنشوف في الوقت ده ان الجنود بدات تظهر وبنشوف في الوقت ده ان الجنود بدات تطارد الراجل اللي هجم على بطلنا. ولسه هيكمل كلامه العدو ده مع بطلنا بيلاقي الجنود بيغرزوا السيف بتاعهم في بطنه وبنشوفه بعد كده بيموت وبيكون الشخص اللي معاه فتح بقه مصدوم على الاخر وبيقول انا اخويا مات ازاي. وبنشوف الجنود بعد كده بيهجموا على العدو تاني. بيتكلم العدو ده والهجوم جاي عليه وبيقول باستخدام رياح الحاكم انا هحطم السهام دي. بنشوف سهم من اللي جايين عليه بيخترق جسمه وفي الوقت اللي هو بيموت فيه بيقول فن الرماية في الصين قوي للغاية وحتى كمان حاجز الرياح يقدر يخترق الجسم مباشر. بنشوف مينج بعد كده بيتكلم مع الشخص اللي هو بيتقاتل معاه وبيقول قوة تشين هو كنز عظيم ويقدر حتى يخترق الالاف من الجنود، فما بالك بقى بشخص مشعوذ زيك. بنشوف جيون بتتكلم مع بطلنا بعد كده وبتقول له تم ذبح الجنود المتبقيين، احنا دلوقتي حققنا انتصار كبير في ساحة المعركة وبفضل مساعدة الامبراطور احنا هنحقق انتصارات كتير بسهولة. بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول اجا الوقت اللي احنا هنسيطر فيه على الساحة. وبنشوف بطلنا بيفعل قوته في الوقت ده وبيقول انا هستدعي وريد تشين الخالد العظيم وكمان هقوده للعالم السري دانتيان اللي تشير روحي. تم الانتهاء من المرحلة الاولى للبناء الاساسي ولو تم الاختراق بنجاح فمن الممكن ان احنا ننشأ حبة ذهبية. بيتكلم مينج في الوقت ده وبيقول كل الكلام ده صح وجلالتك دلوقتي على وشك الاختراق. بتسأل لين ميانج في الوقت ده وبتقول هو الامبراطور على وشك ان هو يتخطى للمستوى التالي. بنشوف حد بيقول لبطلنا في الوقت ده كثف الطاقة الحقيقية وشكل الجوهرة الذهبية. بيتكلم بطلنا ما بينه وما بين نفسه في الوقت ده وبيقول على الرغم ان الهالة ليست مستقرة بما فيه الكفاية الا ان مستوى الزراعة لا يزال يدخل عتبة مرحلة الجوهرة الذهبية. هو بيتكلم معهم بعد كده بطلنا وبيقول لك قد تكونت حبة ذهبية جوايا، دي علامة مبكرة جدا
جدا. بنشوفهم بيحيوه في الوقت ده وبيقولوا له عاش الامبراطور. وبنشوف بعد كده اسطول من جيش اليابان بيكونوا جايين من البحر. بنشوف قائد الاسطول في الوقت ده بيتكلم وبيقول حان الوقت لتطبيق العدالة، وكمان لازم نظهر للصينيين احنا مين. وبيديهم في الوقت ده امر وبيقول لهم استعدوا للنزول. وبنشوفه في الوقت ده بيفعل مهارة تحرير قوة النار. بنشوف كل الطاقم بتاع السفينة بيكون مذهول جدا من قوة القبطان بتاعهم. وبنشوف في الوقت ده اتنين واقفين مع بعض، واحد منهم شبه سبونج بوب والتاني شبه بسيط. وكلمة السر النهاردة يا اساطير هتكون سبونج بوب وبسيط. بيتكلم بسيط في الوقت ده وبيقول محدش يقدر يلومهم، ده زعيم الاسطول. بنشوف واحد دخل عليهم في الوقت ده وبيقول حان الوقت للانطلاق. وبنشوف ان هو كمان بيكون شبه شفيق. فاحنا هنعتمد بقى الوقت يا اصحاب المترشمين على بسيط وشفيق وسبونج بوب. بيتكلم شفيق في الوقت ده وبيقول الاسطول المتحد هو تحالف مكون من 6 دول في المنطقة البحرية. بنشوف واحد بيزعق في الوقت ده وبيقول احنا لازم ما نخليش شفيق ياخد المركز الاول. بنشوف لين في الوقت ده بتتكلم وبتحذرهم وبتقول لهم في هجوم جاي علينا. بنشوف جيون في الوقت ده واقفه ومش هاممها اي حد وبتقول هو النهارده العام الجديد للصينيين ولا ايه؟ هو للناس كلها مستغنيه عن راسها النهارده. بنشوف جيون بتهجم عليهم في الوقت ده وبتقول انا عايز اغتنم الفرصه دي لتذوق طعم شعب الصينيين. بنشوف مينج مع الجنود بيتكلموا في الوقت ده مع بطلنا وبيقولوا له مش لازم تتخذ اجراء بنفسك، احنا دلوقتي هنخلي مينج يقودنا للهجوم ونقدر نقضي عليهم بكل سهوله. بيتكلم بطلنا وبيقول دي فرصه كويسه عشان يعرفوا مقدار قوتنا. بنشوف واحد تاني من الجنود بتاعت بطلنا بيهجموا عليهم وبيقولوا اهزموا الاسطول المشترك ودافعوا عن الارض الصينيه. بنشوف لين هي كمان بتفعل مهارتها وبتقضي على عدد كبير منهم. وبتتكلم لين في الوقت ده وبتقول قوته العظمى تعتمد على النار، وانا اقدر اعطل تعويذته دي باستخدام الجليد بس. بنشوف قائد الاسطول في الوقت ده بيهجم عليها وبيقول لها الجليد مش هيعمل معايا حاجه. بنشوفهم بيهتفوا له في الوقت ده وبيحيوه وهو بيهجم عليها. بنشوف اوكوميتو بيقرب عليهم في الوقت ده وبيقول لهم انتوا شويه نسوان مالكمش لازمه. بتتكلم جيون معاه في الوقت ده وبتقول له لما يتعلق الامر بالنار فانا خبيره حقيقيه، تعالى اتفرج عليا واتعلم. بيتكلم اوكوميتو معاه وبيقول لها انت بتسمي الضوء الارجواني والاسود ده نار؟ انا ملك اللهب الحقيقي. هو بيستخدم مهارته في الوقت ده وبيطلع لها تعبان كبير. بتضحك على جيون وبتقول له انا التعبان الحقيقي، ازاي مجرد تعبان صغير كده هيتنافس مع تنين النار؟ وبنشوفها بتهجم عليه بكل سرعتها في الوقت ده بتاكل التعبان بتاعه. ومن قوه الهجوم بقى بنشوف ان اوكوميتو طلع عينه على الاخر. بيتكلم اوكوميتو في الوقت ده وبيقول تحتوي الطاقه المحترقه ايضا على هاله مظلمه غامضه. وبنشوف مينج بعد كده بيدوهم امر ان هم يلفوا حوالين الاعداء. بنسمع الجنود في الوقت ده بيتكلموا وبيقولوا ابناء تشينج متعهدين ان هم يقتلوا رؤساء التحالف. بنشوف بسيط بيتكلم بعد كده وبيقول هو انتم مفكرين ان انتوا تقدروا توقفونا اصلا؟ هو بيكمل على كلامه سبونج بوب وبيقول لهم انتوا زي الدبانه اللي بتحاول تهز شجره. بنشوف سبونج بوب بعد كده بيتوجه ناحيه مينج وبيقول لو احنا قدرنا نسيطر على الزعيم بتاعهم فهم هيكونوا تحت سيطرتنا. بنشوف مينج بعد كده بيظهر قوته وبيقول له كل اللي عليك ان انت تفضل مرمي تحت. بيرد على سبونج بوب وبيقول له هو انت مفكر ان انت عشان لابس هدوم قديمه تبقى جنرال ولا ايه؟ وبنشوفه بعد كده بيوجه له عده ضربات بس ما بيقدرش يخترق الحاجز. وبنشوفه بعد كده واللي بيكون بيتألم جدا. وبنشوف مينج بعد كده ما بيدلوش فرصه وبيهجم عليه بالحاجز بتاعه. بيتكلم مينج في الوقت ده بعد ما هاجم عليه وبيقول لهم اتهزم الجنرال بتاعكم في جوله واحده بس. وبيدي اوامر للجنود بعد كده وبيقول لهم اقتلوا الاعداء اللي لسه. بنشوف الجنود في الوقت ده بينفذوا الاوامر وبينزلوا ضرب في الباقي. وبنروح لبطلنا بعد كده وبنشوف شفيق بيكون جاي يهجم عليه من ظهره. وبيحس بطلنا في الوقت ده ان في حد بيقرب منه وعايز يقتله. وبنشوف بطلنا تشين بعد كده بيلف وشه وبيستخدم قوته وبيقول ازاي اخطبوط زيك تجرأ ان هو يهجم عليا. وبنشوف شفيق في الوقت ده بيكون مش قادر يتحرك وبيقول السحر اللي هو بيستخدمه ده نوعه ايه بالظبط، ولو فضل مستخدم السحر ده عليا كتير فانا ممكن انفجر دلوقتي. وبيكمل كلامه وبيقول له حسن الحظ ان انا محتفظ بالبطاقه الرابحه لحد دلوقتي. وبيفتح في الوقت ده بوابه استدعاء. بنشوف بطلنا بيستغرب في الوقت ده وبيقول في تشكيل استدعاء غريب. بيتكلم بطلنا مع شفيق وبيقول له تقدر تموت دلوقتي ويا ريت تكون استدعيت بطل قوي. بنشوف الجنود بيتكلموا وبيقولوا هو الجنرال هيستدعي الشيطان تاني؟ ايه الشيطان ده بيقتل اي حد من غير ما يفكر حتى. وبنشوف في الوقت ده وحش بيخرج من البوابه فعلا. وبيتكلم وبيقول انا من بين 72 شيطان عظيم في العالم السفلي وكمان حامل اللقب 66 في عالم الظلام. بنشوف بطلنا بعد كده بيتكلم وبيقول يا لها من مفاجأة غير متوقعة اطلاقا، القوة بتاعتك اكيد في مرحلة الجوهرة الذهبية.
الأساسية. وبنشوف في الوقت ده بطلنا والشيطان اختفوا من قدامهم. بتتكلم لين في الوقت ده وبتقول انا خايفة جدا على الامبراطور تشين. بترد عليها جيون في الوقت ده وبتقول لها الامبراطور عنده قوة عظيمة جدا وهو اكيد هيقتل الشيطان ده بكل سهولة. وبنروح لمينج تاني في الوقت ده وبيكون بيدي اوامر للجنود وبيقول لهم خلينا نلاحق الاعداء في البحر دلوقتي، احنا ما ينفعش نسيب الامبراطور تشين في ورطة وما نتصرفش في غيابه. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لعالم الموتى الاحياء اللي بيكون في بطلنا والشيطان مع بعض. وبنعرف بعد كده ان عالم الموتى الاحياء ده تشكل بعد ان ذبحوا مليون اسير حرب. وفي المكان ده اي حد بيتأثر بالهالة اللي فيه عشان كده بيكون قوتهم اضعف. وبنعرف في الوقت ده من بطلنا تشين ان كل ما قوة الشيطان بتزيد لازم تزود قوتك انت كمان عشان تقدر تواجهه. وكمان بطلنا بيكون محصن ضد تأثير عالم الموتى الاحياء. وبنروح للشيطان بعد كده هو بيتكلم وبيقول انا سمعت ان قوة المزارعين بقت قوية جدا، ومع ذلك فإن تأثير عالم الموتى الأحياء ما يقتصرش بس على إضعاف القوة، ده أنا أقدر كمان أستدعي جيوش كتير من الموتى الأحياء. وفعلا في الوقت ده بينفذ كلامه وبيستدعي جيش كبير من الأموات. بيتكلم بطلنا ما بينه وما بين نفسه وبيقول مع قوتي الحالية مش هقدر أستدعي الرجال الذهبيين ال 12 كلهم، وهيكون استخدام القطع الأثرية في المعركة خيار جيد جدا. بنشوف الشيطان بيهجم على بطلنا في الوقت ده وبيقول له هو أنت مفكر إن أنا هقف مكاني وأنت بتلقي التعويذة بتاعتك؟ وبيدي للجيش بتاعه كل امر ان هم يهجموا بقوتهم الكامله. بيفعل بطلنا تشين قوته في الوقت ده وبيعمل حاجز حواليه ومحدش بيقدر يصيبه. بنشوف الشيطان في الوقت ده بيستغرب جدا وبيقول النوع من الهالة الواقية دي غامض جدا، ده عامل زي حقل القوه. وبنشوف بعد كده بطلنا تشين بيستخدم خزنه الامبراطور الحاكم. بنعرف ان الخزنه دي بتكون كابو محطوط في القطع الاثريه من الاف السنين، وكل ما تزيد سرعه الشخص بيزيد عدد القطع الاثريه اللي بيستخدمها. وبنشوف بعد كده الشيطان بيتصدم لما بيشوف القطع الأثرية اللي تشين بيستدعيها، ودي بتكون مجموعة من السيوف اللي استخدمها أباطرة تشين العظماء. ومن بين السيوف دي كلها السيف اللي قتل جيانج كي، وكمان السيف اللي منح الموت لباي تشي، وده هو المارشيل الكبير. وفي الوقت الحاضر تم إعادة صياغته وتحسينه عشان يصبح طائر تحت إمرتي. بنشوف الشيطان بيدي أوامر للجنود اللي معاه اللي هم يهجموا على بطلنا ويقتلوه حالا. وبنشوف بطلنا بعد كده بيهجم عليهم بالسيف وبيعمل معاهم الواجب. بيتكلم الشيطان ما بينه وما بين نفسه وبيقول ده كل سيف طائر ليه وعيه الخاص. وبنشوف بعد كده الشيطان بيقرب من بطلنا وبيقول له الفارس الحقيقي لازم يشارك في القتال، وبيحاول يسيب بطلنا في الوقت ده بس بطلنا بيتفادى كل ضرباته. وبنشوف بعد كده الشيطان بيكون مصدوم من سرعة بطلنا وبيهجم على بطلنا بسرعة كبيرة جدا من الجنب بس هو بيقدر يصدها. وبيفكر ما بينه وما بين نفسه وبيقول ده سريع جدا، وكمان المزارعين دول يقدروا يطلقوا العنان لهجماتهم بسرعة. وبنشوف ان من قوة هجوم بطلنا الشيطان بيندفع للخلف. وبيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول الشيطان ده خيبة امل كبيرة، وانا بتهيألي ان اقترابهم من المرحلة الاساسية الذهبية ده هيطابق قوتي على الاقل. وبنشوف شيطان تاني بيظهر في الوقت ده وبيقول لهم بطلوا اللي انتوا بتعملوه ده. بيتكلم مع الشيطان التاني اللي كان ماسك في بطلنا وبيقول له مش عشان انت عندك 50 سنة تقدر تعمل اللي انت عايزه، وتصنيفات الشياطين ما بتعتمدش على القوة خالص. بيرد على الشيطان التاني وبيقول له خلينا نتعامل مع العدو اول وبعد كده نحل مشاكلنا مع بعض. بنشوف بطلنا تشين اول ما بيشوفه بيقول شيطان تاني من مرحلة النواة الذهبية انا لازم دلوقتي اتصل بالراجل العجوز ده عشان يساعدني بسرعة. وبنسمع صوت الشخص اللي تشين استدعاه بيقول هو مين اللي يجرؤ على ازعاجي دلوقتي؟ انا قلت لكم قبل كده ان بصفة الجنرال باي تشي انا كرست حياتي لخدمة الملك تشينج تشين. بنشوف بطلنا بيتكلم معاه وبيقول له لو انت بتدعي ان انت الجنرال تشين العظيم فلازم تخدمني باخلاص. بيكون باين على الجنرال ده ان هو مش فاهم حاجة وبيقول له الامبراطور تشين مين وتوحيد الولايات الستة ايه يا عم انت؟ انا باي تشي خدت معارك لا حصر لها من اجل الامبراطور تشين الاعظم وحققت مآثر عسكرية رائعة، بس في النهاية تم اعدامي من قبل الملك. انا فعلا مش بحمل اي ضغينة ضد الملك بس انا علاقتي مع تشين العظيم انتهت منذ فترة طويلة وما عنديش اي رغبة في ان انا انضم لاي معركة. انا روحي لازم تركض في سلام دلوقتي. بنشوف الشياطين فرحانة جدا في بطلنا وبتقول ده امر مضحك جدا، ده استدعى راجل روحي بطول ما بيستمعش لكلامه. بنشوف الشيطان التاني بيتكلم وبيقول الهالة المنبعثة من الروح البطولية التانية دي استثنائية جدا. بنشوفه في الوقت ده بيمسك بطاقة في ايده وبيقول
وبيقول لمنع اي حوادث مؤسفة خلينا نستدعي التعزيزات دلوقتي. وبالفعل في الوقت ده بنشوفه بيفتح بوابة وبيستدعي واحد من الشياطين. اول ما بيدخل من البوابة بيقول انا متوقعتش ان انا تجيلي فرصة تانية ان انا اظهر مرة اخرى. بيتكلم واحد من الشياطين في الوقت ده وبيقول احنا عندنا الافضلية الوقت 3 ضد 2، خلينا نخلص عليهم دلوقتي ونخلص. بيتكلم الشيطان التاني وبيقول لهم استنوا لما نروح البطولية دي تمشي عشان الهالة بتاعتها مزعجة جدا. هو بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول مواجهة 3 شياطين قريبين من المرحلة الأساسية الذهبية ده أمر مزعج جدا. هو بيتكلم بطلنا مع بايت شين وبيقول له الوقت بعد ما أصبحت روح بطولية بتستريح في قبر تشين العظيم، وكمان بتتغذى من طاقة الملك الخالد. في المستقبل بقى لما استعاد عرش الإمبراطور الخالد هستعيد شكلك الحقيقي واساعدك على طريق النمو. وازاي انت قدرت تقول ان مسارك مع الإمبراطور تشين انتهى؟ انا لسه برغب في توسيع اراضينا مع الارواح البطولية الاخرى في العالم الخالد. بيرد الجنرال على بطلنا وبيقول له استريح هنا وثواني وجايلك. هو بيتكلم الشيطان في الوقت ده وبيقول الحشرات المتغطرسة دي خلينا نقضي عليها دلوقتي. بنشوف الشيطان التاني بيكمل على كلامه وبيقول انت تم تحديد مسارك من فترة طويلة قوي، انت حظك وحش وقربت تحتضن الموت. بنشوف الجنرال بيتدخل في الوقت ده وبيمنع الهجوم اللي كان حصل على بطلنا تشين. بيتكلم الجنرال في الوقت ده وبيقول مفيش حد ما اقدرش ادفنه، انتوا كلكم هتموتوا دلوقتي. وبنشوف جنرالين منهم الارض ابتلعتهم بسبب قوة باي. بيتصدم الشيطان التالت اللي لسه معاهم وبيقول لهم هو احنا اتهزمنا بالطريقة دي ولا ايه؟ الروح البطولية دي قوية جدا. وبنشوفه بيخاف جدا وبيفتح بوابة وبيحاول يهرب بس الجنرال بيجيبه. واول ما بيمسكه بيقول له هو انت رايح فين؟ انت مفكرها سهلة ولا ايه؟ بنشوف الشيطان بيتكلم مع الجنرال وبيقول انا عندي اطفال وناس كبيرة لازم اعتني بيهم، من فضلك ما تقتلنيش دلوقتي. بنشوف الجنرال بيديله لكمة في الوقت ده بيخلص عليه. وبنشوف في الوقت ده ان في حاجة شبه العين تم استدعائها. وبنشوف بطلنا في الوقت ده بيهجم عليها بمهارة السيف وبيقول ايها المخلوق الشرير انت ازاي تتجرأ ان انت تتحداني دلوقتي؟ بيرد على الشيطان اللي خرج من البوابة بيقول له ازاي يجرؤ حشرة من الصين ان هو يقتلني؟ انا مش عايزك تقلق لان انا هرد لك الدين ده في المستقبل مع الشياطين العشرة الاوائل. بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول انا بصفة الامبراطور تشين العظيم لازم اكون بتحسين مجال الشياطين وكمان استعيد القوة الروحية وكمان اقوي اساس تشين العظيم. بنشوف الجنرال بيتكلم مع بطلنا في الوقت ده وبيقول له انت قدرتك على تحسين المجال الشيطاني رائعة جدا، ومع حاكم زيك كده سوف تتألق هبة ومجد تشين العظيم بالتأكيد في جميع انحاء العالم. وبنشوف الجنرال بينحني لبطلنا تشين في الوقت ده وبيتكلم الجنرال بايت تشين وبيقول له ده شرف لي ان انا اساعدك مرة تانية ايها الحاكم تشين العظيم، ومش هدخر اي جهد ان انا احميك واحافظ على ازدهار ارض الصين العظيمة. وبينتقل بينا المشهد بعد كده وبنشوف لين خارج المجال الشيطاني. بنشوف ان في بوابة اتفتحت وبيتكلم احد الجنود وبيقول ده اكيد الامبراطور تشين راجع من هناك. وفي الوقت ده بيخرج بطلنا من البوابة وبيقول لهم تم هزيمة القوى الشيطانية في المجال الشيطاني، انا عاوزكم كلكم تطمنوا دلوقتي. بنسمع الجنود كلهم بعد كده بيهتفوا لبطلنا وبيقولوا عاش الامبراطور تشين. وبنشوف مينج في الوقت ده بيجي لبطلنا وبيقول له اثناء غيابك في المجال الشيطاني انا قمت بقيادة جيش تشين للقضاء على جيش التحالف المكون من 6 طوائف. بيرد على بطلنا تشين وبيقول له انت قمت بعمل جيد ايها الجنرال. بنشوف بطلنا بعد كده بيمشي وبيطلع للمركبة بتاعته وبيتكلم وبيقول دلوقتي بعد ما رجعنا العالم السماوي السري لأرض الصين وتم إبادة القوات المشتركة للولايات ال6، وبيقول لهم بعد كده كله استعد دلوقتي عشان هنرجع للبيت. وبنرجع للمدينة بعد كده واللي بتكون نشرة الأخبار نقلت كل حاجة. بتتكلم نشرة الأخبار وبتقول بعد انتصار الطائفة بقيادة بيانج واستعادة عالم المراعي السماوي السري وصد أسطول التحالف للدول ال6 وانتشرت أخبار انتصارهم على نطاق واسع. ومعداش وقت كتير من ساعة الأحداث دي وهزت المنطقة الشرقية بأكملها. وبيتقال إن في المعركة دي بطلنا هزم الشياطين ال3 لوحده وانتشرت شهرته في جميع أنحاء المناطق الغربية، وكل اللي سمعوا إنجازاته دي معرفوش يعملوا حاجة غير إن هم يعجبوا بيه. وأول ما وصل بطلنا للصين تلقى ترحيب حار. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لغرفة مجلس العائلة المالكة في اليابان، وبيتكلم واحد منهم وبيقول هزم طائفة الجن وقوات التحالف التابعة للدول ال6 وكمان تولى السيطرة على عالم الأرض العشبية السرية. وبنشوفه بيسألهم بعد كده وبيقول لهم أي حد عنده فكرة يقولها دلوقتي. بيرد واحد منهم وبيكون غاضب جدا وبيقول له أنت إزاي تقرر
بيقارن تشين بالحاكم بتاعنا العظيم. انا ممكن دلوقتي اطلق حرب لتدمير الصين على الفور. بيرد عليه فان في الوقت ده وبيقول له ما تتكلمش كتير لان قوتهم الوقت بقت مختلفة عن قبل كده. الموضوع الوقت يختلف لان انت ما عدتش تقدر تقسمهم ولا حتى تهزمهم بسهولة. بنشوف واحد تاني كده بيكون قرع بيتدخل وبيقول لهم القوات المسلحة التركية لو كانت الشياطين مفيش فايدة منها فاحنا هنستخدم الطقوس القديمة مباشر، واحنا هنعمل كده عشان نظهر قوتنا للصين. بيرد عليه فان وبيقول له استخدام الطقوس القديمة ده هو الحل الاخير بالنسبة لنا، واحنا اكيد مش هنسمح لطائفة تشين ان هي تستمر في اللي هي بتعمله ده، واكيد بقى في طريقة تانية نحل بيها الموضوع. بنشوف واحد تاني بيتكلم وبيقول يانج ده هو الشخص الرئيسي في توحيد القوات المختلفة للصين، وطالما هو لسه عايش فاكيد القوات هتكون موحدة. احنا لازم نموته وبعد كده القوات دي هتكون تحت سيطرتنا، ولازم دلوقتي نلاقي طريقة نقتله بيها. بيتكلم فان بعد كده وبيقول بعد المعركة دي جيش اليابان عانى خسائر فادحة واحنا محتاجين له وقت عشان يتعافى، ولازم عشان نغتنم الفرصة دي نبعت مبعوثين لطائفة تشين عشان يجمعوا لنا المعلومات، وكمان عشان نلاقي فرصة نغتال بها طائفة تشين. وفجأة هما بيتكلموا بتظهر في الوقت ده بوابة جنبهم، وبيظهر لهم وحش في الوقت ده وبيكون من احد الطوائف الشيطانية. بيتكلم معاهم في الوقت ده وبيقول لهم انا جاي لكم بتحذير من الشيطان الرئيسي. بيرد عليه فان في الوقت ده وبيقول له ايه هي المعلومات اللي عندك عشان ننفذها. بيرد عليهم الشيطان ده وبيقول لهم اللورد سمع ان المزارعين الشرقيين قتلوا 3 شياطين عظماء، ونشأ القتال ده بسبب احد افراد اسطول التحالف الياباني، ولازم اليابان تظهر بعض الصدق دلوقتي. بنشوف فان في الوقت ده واللي بيكون مرعوب جدا بيقول له كل اللي في اليابان هيقدموا كل اللي مطلوب. بيرد على الشيطان ده وبيقول له كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تقتلوا كل اللي اذنبوا. بنشوفهم بيركعوا له في الوقت ده وبيقول له بلغ الشيطان الاكبر ان احنا هنتشاور مع الامبراطور دلوقتي وهنقتل 50,000 من حكماء اليابان. بنشوف الشيطان ده في الوقت ده بيفتح بوابة وبيمشي وهو ماشي بيقول له انت حكيم جدا في قراراتك، انا هرجع دلوقتي وابلغ الشيطان الاكبر بالتقرير ده. بنشوفهم بعد ما الشيطان مشى بيزعقوا بيقولوا هم كل يوم الشياطين دول بتزداد جشع عن اليوم اللي قبله، وبنشوفهم بيتكلموا في الوقت ده بعد ما الشيطان مشى وبيقولوا هم ليه بيزدادوا جشع كل يوم. بنشوف فانو اللي بيكون غاضب جدا وبيقول هو احنا كنا بنفكر في ايه ساعة ما تعاوننا مع الشياطين دول. وبنشوف فان بعد كده بيديلهم اوامر وبيقول لهم انا عايزكم تقتلوا كل الغرباء اللي استسلموا لليابانيين. الاستسلام ده اكتر حاجة ممكن تضايق الحكماء للولايات المتحدة اليابانية، انا عايزك تقتل كل دول عشان نرضي الشياطين في اسرع وقت. وبينتقل بين المشهد بعد كده وبنشوف جيون ولين بيتدربوا مع بعض. بنشوف بطلنا بيتكلم مع مينج بعد كده وبيقول له احسن حاجة انت عملتها لما انا رحت للعالم السري ان انت قدت الجنود، وكل اللي احنا عملناه ده بفضل له. بنشوف له في الوقت ده واللي بيكون بيلقى عليهم التحية بيقول لهم من اجل مكافحة العدو بشكل افضل انا قمت مؤخرا بالتعمق في العديد من التشكيلات الجنود. بيتكلم له بيدهم امر في الوقت ده وبيقول لهم ايها الجنود استعدوا لتشكيل التنين المزدوج اللي بيخرج من الماء، وبيدي اوامر للباقيين ان هم يعملوا تشكيل النسر. بيتكلم بطلنا مع له في الوقت ده وبيقول له كل اللي انت بتعمله ده جيد جدا. بنشوف له اللي بيكون فرحان جدا ومش مصدق ان بطلنا بيمدحه. بيتكلم له ما بينه وما بين نفسه وبيقول شخصيته في السابق كانت ما بتفكرش خالص، هو انا لو تمكنت ان انا افهم الكلاسيكيات القديمه فانا هكون الدراع اليمين لحضره الامبراطور. بنشوف البنت اللي بطلنا اداها الكتاب قبل كده وقال لها تدرسه، بترجع له دلوقتي وبتقول له احنا درسنا الكتاب كويس جدا وهو فعلا نص استثنائي للعالم ده، ومن ساعه ما اتبعنا نصيحتك ان احنا نتخلى عن الفنون القتاليه ونتابع الزراعه ارتفعت كفاءتنا بشكل كبير جدا، وانت على استعداد دلوقتي ان انت توجه المزيد من التقدير. وبنشوف بطلنا بعد كده بياخد المخطوطه وبيقول بعد اتقان الاساسيات بتاتي ممارسه تحسين المخ واللي بتتضمن تسخير طاقه السماء والارض عشان تقود الجسم الروحي، وده طبعا بيسمح للجسم ان هو يتفاعل مع اي حاجه في العالم. بنشوف البنت دي بتشكر بطلنا في الوقت ده وبتقول له شكرا على الهديه واحنا اكيد هندرس بجد ومش هنخيب توقعاتك. بنشوف مينج في الوقت ده اللي عمال يبص لبطلنا وبيفكر ما بينه وما بين نفسه وبيقول جلالته استعاد قوته وباين عليه بشكل ملحوظ ومش هيعدي وقت طويل وهيرجع معانا للعالم الخالد ويهزم الشياطين السماويه. بنشوف جيون بتروح لبطلنا في الوقت ده وبتقول له بما انك بتعلم البشر تقنيه تحسين الاي كيو اللي انت ما بتجيش وتوجهني شخصيا. بنشوف بطلنا بيديها بالقلم على وشها وبيقول لها انت بقيت اكتر جرأة من قبل كده، وبيكمل كلامه وبيقول لها لو
انت ما اشتغلتش بجد ولقيت العوالم السريه فانا هسيبك من غير روح. بنشوف البنت اللي واقفه مع لين بتتكلم مع بطلنا وبتقول له بالحديث عن العوالم السريه. بتقول له قبل تاسيس طائفه الجن كان في عوالم غامضه لم يتم استكشافها من اكاديميه ازور ولا حتى الاكاديميه الحربيه، ومدخلها مخفي في اعماق الجبل. وبتتكلم لين مع نفسها في الوقت ده وبتقول العالم ده غامض تماما، بيظهر المدخل ويخفي في الوقت اللي هو عايزه، ولازم عشان تعدي منه محتاج عبارة سرية او حاجة شبه كده. ده حتى الاكاديمية الكبرى معرفتش تفتحه منذ فترة طويلة، وعشان كده لحد دلوقتي محدش عارف يستكشفها. بنشوف له بيجي البطلنا وبيقول له انا اسف يا صاحب الجلالة ان انا معرفتش اجي معاك المرة اللي فاتت، فلو تسمح لي بقى المرة دي ان انا اجي معاك في المهمة دي عشان اخدمك. بيتكلم بطلنا في الوقت ده وبيقول له لين هما اللي هيقودوا الطريق، وانا هروح للجبل الخلفي عشان اعرف ايه اللي بيحصل هناك. وبنشوفهم بعد كده هما في طريقهم للجبل، بتكون جيون ماشية وراهم. بتفكر جيون ما بينها وما بين نفسها وبتقول كل مرة بياخد لين معاه، وانا مش هسمح لها المرة دي ان هي تخطف الاضواء مني زي كل مرة. بيتكلم له مع بطلنا في الوقت ده وبيقول له بعد دخول الجبل العميق والسفر ل3 اميال للامام هنوصل للعالم السري. بتتكلم جيون ما بينها وما بين نفسها وبتقول انتوا بتحاولوا تتخلصوا مني بس انا هفضل وراكم ومش هسيب لكم فرصة انكم تعملوا كده. بنشوفهم في الوقت ده بيكونوا وصلوا لمدخل العالم السري وبياخدوا بالهم ان في حجرة كبيرة على الباب ومحدش يقدر يفتحها. بنشوف له بيقرب على الباب وبيقول مجرد حجرة مش هتقدر توقفني، وحتى لو ما قدرتش افتحه فانا هستخدم قوتي عشان اكسره. وبنشوفه في الوقت ده بيروح على الباب بس من قوة الباب بيندفع له للخلف. بيتكلم له مع نفسه بعد كده وبيقول انا ما توقعتش ان الحاجز ده يبقى قوي كده، ولو استخدمنا القوة مش هنقدر نكسر الختم ده، لازم يكون في وسيلة تانية نقدر نستخدمها. بنشوف بطلنا في الوقت ده بيفعل قوته وبيقول في الواقع العالم السري ده بيحتوي على طاقة رهيبة، ولو انا قدرت استوعب الطاقة دي فتدريبها هيروح لمستوى تاني خالص. وبنشوفه بعد كده بيوجه قوته ناحية الحيطة وفعلا بيكسرها الحتت. بنشوف جيون اللي بتكون عمالة تراقبهم وبتسأل نفسها هو ازاي كسر الحاجز بسهولة كده. بيكمل بطلنا كلامه وبيقول تم انشاء حاجز العالم السري باستخدام تقنية خالدة لا يمكن لأي شخص عادي كسرها. وبنشوفه في الوقت ده بيكتشف ان في حد مستخبي وبيقول له انت هتفضل مستخبي لحد امتى. بنشوف لين بعد كده بتروح لجيون وبتقول لها احنا مش امرناك تفضلي مع طائفة الجن اللي انت كنت ماشي ورانا كل ده. بترد عليها جيون وبتقول لها ايه الغلط في كده، انا كنت عايز احمل امبراطور تشين. بنشوف جيون بتروح عند بطلنا بعد كده وبتقول له لو احتجت حاجة اندهلي فانا اكيد هبقى اكتر فايدة من الاغبياء دول. بيرد عليها بطلنا وبيقول لها لو انت عايزه تأدي واجبك فعلا فاستكشف الطريق قدامنا يلا. بترد عليه جيون بعد كده وبتقول له تعالى ورايا. وفي اثناء ما هما ماشيين في الطريق بتتكلم جيون وبتقول له انا مش حاسه باي خطر. وبتسأل لين في الوقت ده وبتقول لها المعلومات اللي معاكي دي حقيقيه ولا اي كلام. بترد عليها لين وبتقول لها ما تتكلمش كتير عشان ممكن يكون في وحوش روحيه من كل الانواع هنا، وممكن يكون العدو مختبئ في الظلام ولازم نخلي بالنا. وبنشوف له في الوقت ده بيشاور لهم على الباب وبيقول لهم المخرج قدامنا يلا بينا. وعاوزك لو وصلت للدقيقة دي بقى يا بطل تنزل تكتب لي في الكومنتات كلمة السر اللي هقولها لك دلوقتي، وكلمة سر النهاردة هي يلا بينا. ويا ترى بقى بطلنا هيعرف يلاقي العالم السري ده ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جاية، فما تنساش بقى تنزل تعمل لايك جامد زيك كده وكومنت طرش، ويا ريت تشترك معانا في القناة. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص يا صديقي المطرشم، اشوفك بكرة، سلام.